لو انت بتستخدم الايفون من غير اختصارات فانت فايتك حاجات كتيرة قوي. البلاي ليست دي فيها مجموعة من الفيديوهات موفرة لك كل الاختصارات اللي مش هتيجي على بالك، وده فيديو من ضمن مجموعة الفيديوهات اللي موجودة في البلاي ليست دي. خش على البلاي ليست دي وشوف كمية الاختصارات اللي هتغير طريقة استخدامك للايفون بعد الفيديو ده. يلا بينا نخش في الموضوع على طول، يلا بينا. طيب اول اختصار معانا هو اختصار بسيط جدا، ان انت عن طريق الاختصار ده بتقدر تعمل مجموعة من الضغطات، وهو بيحسب لك الضغطات اللي انت بتدوسها يعني لو بتسبح او بتقول اي حاجة مثلا او عدد معين، فبتقدر عن طريق الاختصار ده تستفيد من الاختصار بطريقة جميلة. الاختصار اللي بعد كده هو اختصار ملاحظة صوتية. الاختصار ده عن طريقه فيه كمية اعدادات جميلة جدا، ان انت تقدر تنشئ اي حاجة مثلا زي ما انت شايف كده. انا مثلا بتكلم ازيكم عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. زي ما انت شايف كده هو بيكتب لي الكلام اللي انا بقوله ده، وعلى طول بيسيفه في النوت. يعني لو عملنا كده ودوسنا على العلامه الحمراء كده خلاص هيسيفه لي في النوت على طول. زي ما انت شايف كده الكلام اللي انا قلته كله اتسيف هنا عن طريق بس الكلام بدون الحاجه اللي انت تكتب. وكمان مش بس كده، بيوفر لك كميه اعدادات برضو. لو دخلنا عليها كده نشوف، زي ما انت شايف كده تقدر تشارك الملاحظه بملف تكست، وكمان تحذف الملاحظه وتترجم ملاحظه، وده الاهم حاجه ان انت تترجم اي ملاحظه انت قلتها قبل كده. يعني لو دخلنا كده على الاختصار ده وشُفنا اختصار مثلًا زي اللي أنا لسه قايله ده، وترجمناه لعدة لغات زي ما أنت شايف. ممكن أختار مثلًا الإنجليزية، فهو كده هيبدأ يحوّل لي الكلام اللي أنا قُلته ده، يترجمه لي باللغة الإنجليزية ويسيفه لي في تطبيق الملاحظات. زي ما أنت شايف كده ترجم لي الكلام اللي أنا كنت لسه قايله اللي كان موجود بالعربي بقى باللغة الأجنبية زي ما أنت شايف كده. اختصار بجد مفيد جدًا وتقريبًا هيساعدك جامد. الاختصار اللي بعد كده هو على طول إن هو بينسخ لك الكلام اللي أنت بتقوله. يعني مثلًا أنا باتكلم كده، الكلام اللي أنا باقوله ده دلوقتي أو اللي هيتكتب دلوقتي قدامكم، كل ده بمجرد بعد ما باخلّص الفيديو أو الكلام ده، لو دوست على العلامة الحمرا كده خلاص عمله لي copy في الكيبورد. يعني لو عملنا في أي مكان search كده نكتب فيه، هتلاقي الكلام اللي أنا قُلته ده كله بقى زي ما أنت شايف كده اتكتب، وتقدر تبعته لأي حد بدون الحاجة اللي أنت تكتب يعني. نفس الكلام بس باللغة الإنجليزية، تتكلم برضه وأي حاجة بتقولها بالإنجليزي هتلاقيه نسخها لك في الكيبورد. الاختصار اللي بعد كده وهو اختصار بياخد لك screen shot اللي هو في أي حاجة في الشاشة قدامك هنا كده. زي ما أنت شايف كده هيكتبها لك، مثلًا أكتب أي حاجة بس اسمه مثلًا، عمل لي الscreen shot ده هيجيب لي كل الtext أو الكلام اللي موجود في الصورة حتى بالعربي أو بالإنجليزي. زي ما أنت شايف كده استخرج لي كل الكلام اللي هنا بقى موجود في تطبيق الملاحظة. تقدر تنسخه زي ما أنت عايز. اختصار رايق جدًا، تقدر تضيفه زي ما أنت شايف كده لو عملنا نزلنا الcontrol center، أو ممكن الأفضل إن أنت تضيفه كميزة back tab الضغط من الخلف. لو دخلنا كده على الإعدادات ودخلنا على تسهيلات الاستخدام واللمس ونزلنا تحت عند الback tab واخترنا مثلًا 3 ضغطات ونزلنا تحت خالص ونختار الاختصار بتاعنا. زي ما أنت شايف كده ده الاختصار اللي إحنا لسه بنتكلم عليه. فمجرد اللي أنا مثلًا أي حاجة في الشاشة قدامي عايز آخد منها الكلام اللي موجود على الشاشة، أعمل بس 3 ضغطات هياخد screen shot للشاشة ويفعل الاختصار. أكتب أي حاجة وهتلاقيه على طول استخرج لي كل الحاجات اللي موجودة في الشاشة زي حتى الكلام ده كله، أي نص موجود في الشاشة أو رقم زي ما أنت حتى الإشعارات مكتوبة جوّه الشاشة جوّه الملاحظة. الاختصار بعد كده هو اختصار بسيط وجميل برضه في نفس الوقت. عارفين لعبة طوبة ورقة ومقص؟ لو شغّلنا الاختصار ده مثلًا لو أنت مع زميلك أو مع أي حد صاحبك مثلًا، لو اخترت مثلًا أنت الطوبة وهو اختار الورقة، هيقول لك إن تاني لاعب هو اللي كسب، وتقدر تلعب اللعبة دي بكل بساطة جوّه تطبيق الاختصارات. يعني حاجة كده تسلي وقتكم. الاختصار اللي بعد كده هو اختصار iSearch. الاختصار ده بتقدر عن طريق الاختصار ده تعمل search عن أي محرك بحث زي ما أنت شايف بينج، جوجل، يوتيوب. لو اخترنا جوجل كده مثلًا وعملنا سفاري أو جوجل كروم على أي متصفح أنت محتاجه، هيفتح لك على طول جوجل تقدر تعمل عليه الsearch. وكمان لو اخترنا محرك البحث اللي هو بينج، نفس الكلام هتقدر تعمل search على محرك البحث ده. الاختصار اللي بعد كده وهو اختصار بيغيّر لك الصوت لصوت سيري. عارفين صوت سيري لو باللغة العربية مثلًا، الكلام اللي أنا باقوله ده دلوقتي هتلاقيه اتحوّل باللغة العربية بصوت سيري. لو عملنا كده هتلاقيه بيقول لك اختار الصوت، هنختار ماجد باللغة العربية. الكلام اللي أنا بقوله تحت الوقتي تلاقيًا هتلاقي بيتغيّر زي ما أنت شايف بالصوت ده. في ناس بتحب الحاجات دي وفي ناس يعني بتحتاج الحاجات دي بعيدًا عن البرامج اللي على الApp Store. الاختصار اللي بعد كده وهو اختصار جميل جدًا لو موبايلك اتسرق أو لا قدر الله حصل حاجة، فالحرامي لو حاول يعمل وضع الطيران
هيطلب منه باسورد، وكمان هيشغّل كل حاجة هو قفلها. يعني لو حاول يقفل كده زي ما أنت شايف كده معانا، عمل وضع طيران، هيطلب الباسكود ده وهيقفل التليفون وهيفتح الداتا وهيفتح الWiFi وهيفتح الlocation وهيبعت لك آخر location ليك على الواتساب أو رقمك. يعني مثلًا لو كتبنا أي رقم وعملنا كده، هتلاقيه خلاص شغّل لك كل حاجة زي ما أنت شايف كده وفتح الWiFi، وهتلاقي كمان الأيفون قفل زي ما أنت شايف كده، محتاج الباسورد. فدي ميزة جميلة جدًا هتحتاجها. زي ما أنت شايف كمان خَد screenshot وبعته للرقم المطلوب. لو دخلنا كده على الواتساب زي ما أنت شايف كده بعت لي الlocation بتاعي أو الlocation بتاعي على طول، اسم الشارع ورقم العمارة كمان والمنطقة والمحافظة والبلد. يعني شايف هو بعت لك كل حاجة، وكمان اختصار جميل جدًا بيحافظ على الخصوصية أكتر وبيقدر يوفّر لك نسبة أمان أعلى. الاختصار الأخير معانا وهو اختصار iPhone Quick Setting. الاختصار ده بيوفر لك شوية مهمات بسيطة زي ما أنت شايف كده، اللي أنت تقدر تعمل تفتح بلوتوث، الواي فاي، وضع الطيران، تفتح هوت سبوت أو نقطة اتصال، وتعمل تعيين لل4G أو 5G زي ما أنت شايف كده، وكمان تعمل حاجات تانية، تعمل دارك مود أو لايت مود، تخلي الأيفون دارك مود أو لايت مود، وتعدل في الإضاءة وتعمل أوكي، وبتعمل شوية مهام زي ما أنت شايف كده قدامك، تفتح الإير دروب كمان و تشغّل شوية مهام سريعة كده عن طريق الاختصار ده في اختصار واحد، بدل ما تخش لكل الحاجات دي جوّه الإعدادات نفسه، في اختصار على طول يفتح لك الكلام ده كلّه. فأتمنى يكون الفيديو عجبكم. دي بعض الاختصارات اللي حاولت أبحث عنها وألاقي اختصارات جديدة ليكم. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. أشوفك الحلقة الجاية، سلام.